بشار الأسد رئيس سوريا المخلوع تخيل رغم أنه حكم سوريا بقبضة من حديد، إلا أنه كان يعلم أنه سيأتيه يوماً يكتب فيه نهاية حكمه. بشار الأسد عمل من أجل هذا اليوم بنقل جبل من الأموال من سوريا إلى روسيا، ومنذ العام 2008 نقل نحو 250 مليون دولار أمريكي، وبحسب بيانات روسية بلغ وزن الأموال المنقولة من سوريا إلى موسكو نحو طنين من أوراق نقدية من فئة 100 دولار و500 يورو، تم نقلها من خلال 21 رحلة على متن طائرات سورية. جرى إيداع هذه الأموال في روسيا لتكون على شكل تأمين وملاذ للحياة الجديدة التي سيعيشها الرئيس السوري وعائلته في موسكو. وبحسب التقديرات الأولية تبلغ ثروة الرئيس المخلوع مليارات الدولارات، منها ما هو نقد ومنها ما هو استثمارات في عقارات وشقق فاخرة.